اول حاجه انه الحج فرض من اركان الاسلام الخمسه، وربنا قال واتموا الحج والعمره لله. فده اول حاجه لازم ان انت تفكر فيها. رقم 2، النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له. ودي لعبه ساعات من الشيطان، نقعد اخر الحج بما انه واجب موسع، لحد ما الواحد ممكن ظروفه ما تسمحش، وقته ما يسمحش، فلوسه ما تسمحش، صحته ما تسمحش. فبادر طالما انت قادر وميسر ليك. ثالث حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أنا بدور على الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وضع الجزاء ده كاستثناء. مفيش حاجة هتاخدها من الحج تنفع تساوي ثواب الحج إلا الجنة. سبحان الله لو ربنا تقبل ده. ورابع حاجة، وده بيبقى إحساس عجيب وجميل، إنه الحج ده يرجع كيوم ولدته أمه. تخيل انت تحس احساس انا حاليا مفيش ولا ذنب الا اتغفر او عفى الله عنه. احساس رهيب جميل يخليك يدفعك انك تحج. خامس حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انه الحج والعمره كمان ينفيان الفقر والذنوب. فاحساس برضو ان الانسان يروح لربنا ويحج عشان ربنا يكرمه في رزقه في حياته. والفقر هنا مش بس كمان الفقر المادي، فقر بقى قلبي وفقر نفسي وفقر معنوي. فالانسان يحس انه هو راجع من الحج ده مكتفي عشان ارزاقه كلها مع ولاده وفي شغله وفي حياته. فدي اهداف كلها تخلينا ليه نحج وليه نبقى عايزين نبادر بالحج.